السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في حلقة جديدة من نشرة المشجع. قبل ما نبدأ حلقتنا حط لايك عشان توصل لأكبر عدد ممكن من الناس، ويلا بينا نبدأ أخبارنا. بعثة النادي الأهلي تصل القاهرة قادمة من تنزانيا بعد التعادل مع يانج أفريكانز، والجهاز الفني يمنح اللاعبين راحة من المران اليوم. مارسيل كولر يستبعد فكرة إقامة مباراة ودية للفريق قبل مباراة شباب بلوزداد، ويفضل استغلال الأيام القادمة في تطوير اللاعبين بدنيا وفنيا والتدريب على سلاح التسديد وسلاح الكرات الثابتة قبل التوجه للسعودية لخوض مونديال الأندية. الجهاز الطبي للأهلي يؤجل خضوع ياسر إبراهيم وعبد المنعم لأشعة الرنين للغد بسبب وجود ورم في ركبة الأول وورم في عنق القدم الأخير، والجهاز الفني يأمل في أن تكون إصابات الثنائي بسيطة حتى لا يكون في ورطة في مباراة شباب بلوزداد الجزائري. ومصدر يؤكد أن التشخيص المبدئي لإصابة الثنائي يؤكد أن إمكانية لحاق ياسر بالمباراة واردة، لكن عبد المنعم قد تكون صعبة نسبيا. لكن الجهاز الفني سينتظر لتحديد موقفهم النهائي بعد الأشعة حتى لا تكون هناك أي مجازفة بأي لاعب قبل المونديال، والذي من المؤكد لحاق الثنائي به. مارسيل كولر يشيد بطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد أمام زملائهم بعد ظهورهم بشكل مميز في الدقائق التي شاركوا فيها أمام يانج أفريكانز، ويؤكد لجميع اللاعبين أن اللاعب البديل لابد حينما يحصل على فرصة أن يغتنمها ويقدم الإضافة للفريق مثلما فعل الثنائي بمباراة الأمس. عمرو السولية يشكر جميع أفراد الجهاز الطبي للأهلي بعد الجهود الكبيرة التي بذلوها لإعادته للملاعب مجددا، ويتمنى تقديم الإضافة للفريق بعد العودة. مارسيل كولر يميل لضم عمرو السولية لقائمة الأهلي النهائية لكأس العالم للأندية على حساب أحمد عبد القادر. تقارير صحفية: عدم جاهزية أنتوني موديست حتى الآن قد تمنح فرصة لصلاح محسن للتواجد مع الفريق في قائمة كأس العالم للأندية بعدما كان هناك نية لاستبعاده. إصابة عبد المنعم وياسر إبراهيم ومتولي وعدم وجود أي مدافع جاهز سوى رام ربيعة حاليا يؤكد أن الأهلي لابد أن يعمل على ضم مدافع في يناير، وعدم تأجيل الأمر لنهاية الموسم حتى لا يحدث ورطة في وسط الموسم. كهربا ينفي للمقربين ما يثار حول سداد الغرامة للزمالك خلال الساعات القادمة، ويؤكد أن محاميه تقدم باستئناف على الحكم الأخير. الأهلي يتعجب من شائعات حدوث مشادة بين كهربا وعبد المنعم في تنزانيا رغم علاقة الثنائي الرائعة ببعضهم. الوداد المغربي يدرس إقالة مدربه من تدريب الفريق بعد خسارة الفريق أول مباراتين في دور المجموعات لدور الأبطال. بعض المقربين من إمام عاشور ينصحون متوسط ميدان الأهلي بضرورة الاجتهاد والتركيز مع الفريق الفترة القادمة للحفاظ على مكانه في التشكيل وتجنب الجلوس بديلا للسولية الذي عاد مجددا للمشاركة مع الفريق، أو أفشة الذي يظهر بشكل جيد حينما يشارك. مصدر بالأهلي يؤكد أنه لا صحة لما تردد عن توقيع عقوبة مالية على طاهر محمد طاهر بسبب واقعة الشنكار أمس، ويؤكد أن خالد بيبو اكتفى فقط بمعاتبة اللاعب بعد المباراة. تريزيجيه يؤكد للمقربين أن فكرة العودة للأهلي مؤجلة وأنه لا يفكر فيها في الوقت الحالي مطلقا، ويخطط للعودة للدوري الإنجليزي أو الانتقال لدوري أكبر من الدوري التركي الفترة القادمة. عمر كمال عبد الواحد يؤكد للمقربين أنه لا صحة لما يثار حول اتفاقه مع الزمالك على الانضمام للفريق بعد تأخر الأهلي في حسم الصفقة مع فيوتشر، ويؤكد أنه مازال في انتظار اتخاذ الأهلي خطوات حاسمة في مفاوضاته مع فيوتشر، ولم يتفق مع أي نادي رغم تلقيه أكثر من عرض كبير من بيراميدز والمصري والزمالك. مصدر مقرب للغاية من أحمد فتوح يؤكد أن اللاعب اتخذ قراره النهائي ولن يرجع فيه، وهو عدم التجديد للزمالك والرحيل سواء كان للأهلي أو غيره، لكن لا صحة لما تردد مؤخرا عن موافقته مبدئيا على التجديد بعد تقديم الزمالك وبعض المحبين للنادي عرض جديد له. تقارير صحفية: الزمالك يجهز عرض لضم فابيو حكيمي من بلدية المحلة بعد رفع حظر القيد. اتحاد الكرة يدرس تقديم طلب لاستضافة كأس العالم للشباب 2025. روي فيتوريا يرفض مواجهة اليابان وديا قبل كأس الأمم الإفريقية ويفضل خوض مواجهة منتخب إفريقي. خالد جد الله: الأهلي كان يستحق الفوز في مباراة يانج أفريكانز، ومن غير المقبول أن نرى هذه الفرص الضائعة من لاعبين كبار يحصلون على عقود مالية ضخمة. لدي تحفظات كبيرة على كثرة الأجازات التي يحصل عليها لاعبي الأهلي كونهم ليسوا في كامل لياقتهم الذهنية، وهذا سبب إهدار الفرص. ورد فعل مارسيل كولر السلبي والهادئ على إهدار لاعبي الأهلي للفرص أمر غريب، ومن الواضح أن كولر غير مقتنع بصلاح محسن رغم أنه صاحب قرار عودته للأهلي،
وهذا وضح عندما دفع بطاهر مهاجما رغم جلوس صلاح على مقاعد البدلاء. الأهلي تعرض للعقاب في المباراة بسبب إهدار العديد من الفرص، وإمكانيات طاهر محمد طاهر لا تؤهله للعب في مركز المهاجم الصريح أكثر من 10 أو 15 دقيقة، وهناك مليون علامة استفهام على أنتوني موديست وعدم الاستفادة منه في الأهلي حتى الآن. رمضان السيد. حسين الشحات كان أفضل لاعب في مصر بالموسم الماضي بجانب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، ولكن الموسم الحالي مختلف تماما. مستوى الشحات متراجع للغاية منذ بداية الموسم، وحتى الآن لم يقدم الأداء الذي كان يقدمه في أغلب فترات الموسم الماضي. ومن المفترض أن حسين لاعب كبير، ومن غير المعقول تراجع مستواه في المباريات التي يحتاج الأهلي فيها، وآخرهم مواجهة يانج أفريكانز. إمام عاشور أمام يانج أفريكانز لم يكن له أي دور سواء هجومي أو دفاعي، وكان يقف في وسط الملعب دون تأثير. وكولر كان موفق بتغيير إمام مبكرا ونزول أفشة بدلا منه في بداية الشوط الثاني، ولأول مرة نرى كولر يجري التغيير بين شوطي اللقاء. إمام عاشور لعب أول 3 مباريات له مع النادي الأهلي بأداء مميز للغاية، ومن بعدها انخفض مستواه بشكل كبير بسبب تراجع المستوى البدني للاعب. خسارة بيراميدز أمام بطل موريتانيا كانت مفاجأة كبيرة للغاية، خصوصا أن بيراميدز يملك قائمة مميزة من اللاعبين، ولكن غياب عبد الله السعيد مؤثر للغاية على مستوى الفريق. مهاجم بيراميدز محير بالنسبة لي، اللاعب يصل إلى منطقة الجزاء ب4 أو 5 كرات ولكن لا ينجح في التسجيل، ويضيع فرص سهلة للغاية. وفخر لقاي مؤثر مع بيراميدز أكثر من فيستون مايلي. محمد عبد الفتاح كفتة. الأهلي قدم عرض جيد أمام يانج أفريكانز وكان يستحق الفوز خارج الديار، لولا الخطأ الدفاع الذي جعله يستقبل هدف التعادل القاتل من خطأ مشترك للثنائي ياسر إبراهيم وعمرو السولية، والذين تركوا زوزو مهاجم فريق يانج أفريكانز يسدد على مرمى الأهلي من مسافة قريبة داخل منطقة الجزاء، وهو هدف لا يتحمل مسؤوليته محمد الشناوي. عيب على لاعبين مثل كريم فؤاد وكهربا والشحات إهدار فرص بهذه السهولة، خاصة انفراد كريم فؤاد. التغييرات التي أجراها مارسيل كولر المدير الفني ساعدت على زيادة الفعالية الهجومية بنزول أفشة مكان إمام عاشور، ثم مشاركة الثلاثي عمرو السولية وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر بدلا من مروان عطية وحسين الشحات وكهربا. لكن اندهشت بشدة من وقوع طاهر محمد طاهر في خطأ ساذج بعدم ارتداء الشنكار أثناء تغييره، وهو الأمر الذي عطل مشاركته بجانب تعامله السيء مع الفرصة التي أتيحت له قبل نهاية اللقاء بعد هدف يانج أفريكانز، لكنه سددها بكل رعونة. سامي قمصان. الفريق كان هدفه الفوز على يانج أفريكانز في تنزانيا، واللاعبين أتيحت لهم العديد من الفرص المؤكدة التي لم تستغل، ولكن التعادل قد يكون مرضي بعدما وضع الأحمر على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدور الأبطال برصيد 4 نقاط. جميع التغييرات كانت هجومية أمام يانج أفريكانز من أجل حسم المباراة، ونواصل العمل على علاج ظاهرة إهدار الفرص، وجميع البدلاء قدموا مردود قوي، وعودة لاعب بحجم عمرو السولية للمشاركة مع الفريق إضافة كبيرة نظرا لما يمتلكه من خبرات كبيرة وإمكانيات. أيضا اللاعبين بذلوا مجهود بدني كبير في ظل الأجواء بتنزانيا وأمام فريق يانج أفريكانز القوي والمميز، والفريق افتقد جهود عبد المنعم بسبب كدمة في كاحل القدم، والجهاز الفني دائما ما يكون لديه ثقة في جميع اللاعبين. والثنائي رام ربيعة وياسر إبراهيم قدموا مباراة أكثر من رائعة،